You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. اهلا بيكم في فلوج جديد من فلوجات دولاس فيتنس جارد. النهارده كده هناخد فلوج تمرين الظهر سريع، وهيبقى فيها زاويه كتف خلفي. هتبقى تمرينه لطيفه جدا. هحاول ان انا اشرح فيها قدر المستطاع. هكتم صوت الميوزك اللي حواليا لان صوت الميوزك عالي جدا، وهحاول قدر المستطاع ان صوتي يبقى واضح. اول حاجه هنبتدي التمرين بتاعنا بان احنا هنلعب سحب مقلوب بالقبضه الضيقه المقلوبه اللي فوق اللي قدامكم هناك دي. هحاول قدر المستطاع ان انا ابتدي بالفيدر سيتس سريعا كده. يلا بينا نشوف الفيدر سيتس بتاعتنا، هنسخن بيها وبعد كده نخش في المجاميع التدريبيه بتاعتنا. المجاميع التدريبيه هم مجموعتين، لما اجي العبهم هشرحهم لكم كويس جدا. نبتدي بالفيدر سيتس. ثلاث مجاميع تسخين كده سريعا، وبعد كده نخش على اول مجموعه فعليه. هلعب مجموعتين من 8 ل 12 عده. المجموعه الاولانيه هتجيب فيها الفلير توصل لحد الفشل العضلي، والمجموعه الثانيه هتجيب اقصى تكرار ممكن توصل له، وبعد كده هتعمل دروب ل 50% من الوزن وتكمل لحد الفشل العضلي تاني. فتعالوا نشوف المجموعه الاولانيه. هريح من 3 ل 5 دقائق، وبعد كده اخش على المجموعه الاخيره اللي هيبقى فيها دروبس. اكتشفت ان المجموعه اللي فاتت ما اتصورتش، طبعا مش هينفع اعيدها لان انا ما بحاولش ان انا يعني ايه اشتغلكم، يعني انا عايز اشتغلكم بمنتهى الاختصار. هفيك مجموعه كلام عبيط من ده. انا بقالي اكتر من 3 دقايق بحاول اخد نفسي مش قادر. دروبس قويه جدا جدا جدا. دلوقتي هنخش على المكنه بتاعت التي بار اللي ورايا دي، هنلعبها واسع عشان نتارجت الابر باك شويه. هيبقى برضو مجموعتين تسخين، وعندنا بعديها مجموعتين، واحده توب سيت وواحده باك اوف سيت. الباك اوف سيت هتبقى حركات السنترك بطيئه شويه. حاول في حاجه شويه دي يبقى قدامك سبوتر عشان ما يحصلكش مشكله. فهيبقى قدامي سبوتر، وكان معايا سبوتر في المجموعه اللي فاتت عشان اجيب اخري، وفعلا يعني اللي تحس ان هي طلعت من هنا خلاص مش قادر. خش سريعا دلوقتي. هبتدي بالفيدر سيتس، هسخن سريعا، وبعد كده هنخش على الاثنين سيتس اللي بعد. With me, you're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the. طبعا الهدف من الفيدر سيستم دي ما هو الا ان انت تسخن، تخلي السنتر نيرفس سيستم جاهز ان هو يقوم بالموشن لا اكتر ولا اقل. فيهاش اي شكل من اشكال الشده، يعني ار 5 ولا حاجه. خدت بالكم انا بنزل لحد تحت خالص، لحد ما ظهري كله يعمل كده، ولحد كتفي يجي قدام، وصدري طول المدى الحركي وانا طالع بزقه في الكرسي، وبرجع بكوعي وبكونتراكت ظهري من غير ما ارفع ظهري مع الكرسي خالص. فهو الويت مش هيبقى تقيل قوي على قد ما المجاميع هتبقى فيها ستيميوليشن عالي جدا بشكل كبير قوي للظهر. السنتر كله تحت كنترول، والجزء الايجابي من الحركه كونتراكشن بمنتهى القوه. زي مع بعض بقى باول مجموعه فعليه او التوب سيت ده. التوب سيت هتبقى من 5 ل 9 عدات، وهيبقى بعديها الباك اوف سيت على قد ما اقدر بسلو السيس. يلا بينا. يلا عمده، تعالى عمده خش عمده.
السلام عليكم. الثانية؟ لا دي السالفة عليه مجموعة لو حسيت ان هي دروب والسكار صح؟ يعني نقدر نزود. واحد واثنين. اوكي. يعني تبقى تعرف على نزود ولا تعود دايما ان يبقى في ما بينك وبين السبوتر بتاعك تراست. هو شايف ان انا عندي المجموعه الجايه واتقتل شويه، فبدل ما هتبقى الباك اوف ست السنتريكس لا هنزود الويت شويه، ممكن نعمل دروب لو انا قادر ان انا اكمل مجموعه. الانتنسيفاير تكنيكس بيبقى جزء كبير قوي من العامل بتاع الكنترول بتاعها الشخص اللي واقف معاك، لان هو اللي بيساعدك ان انت تجيب اخرك، وفي نفس الوقت هو اللي بيبقى حاسس هو قد ايه شايل جزء من الوزن. هو شايف ان انا متحمل الوزن كله، فما عندوش مشكله ان احنا نزود الويت شويه، بلس ان احنا نبتدي ان احنا نضرب تدريجيا المجموعه الجايه. فيعني تعلم ان انت تختار الشخص اللي بيقف معاك في التمرين بشكل كويس، لان هو من اهم عوامل نجاحك، وهو الشخص اللي فعلا بيديك البوش اللي بتجيب بيها اخرك. بص يعني اخري اللي هو توصل بس يعني ممكن واحد اثنين على حسب اللي انت الباور بتاعك. واحد اثنين واحد تحفة. ها تو ها واحد اثنين راجع. ها افتكر هدف. ها جو اثنين. ها احسن. لسه في واحدة كمان. واحدة جو كمان. اوكي جو 1 2 3. طيب بس ركز واطلع. واحد لسه بدري قوي. جميل جميل. ها هي دي التمرينة. كمان هنخش بعد كده على المكنه بتاعت الهايرو. الفكره وما فيها ان انا هستخدم القبضه دي عشان العب اندر هاند. ازاي بقيس الوضع الامثل ليا؟ هو ان انا بقعد على الكرسي وابتدي ان انا ارفع ايديا هنا. ده كده الوضع الامثل لللات بتاعي. انا عايز ابول داون بوضعيه الجسم والبوزيشن بتاع الدراع اللي يتيح ليا ان انا اتحرك كده في خط مستقيم. يبقى انا ظبطت اوريدي الكرسي والقعده بتاعته مثلا بتاع الصدر والقعده بتاعته عشان اقدر اعمل ده. هتشوف المنظر دلوقتي قدامكم عامل ازاي. مجاميع التسخين هيبقوا برضه مجموعتين تسخين ومجموعتين توب سيت. لما اجي العب عليهم هشرحهم لكم. زي ما انتوا شفتوا المدى الحركي ثابت جدا. كنترول بوزيشن انا مايل عشان احط نفسي في الوضعيه دي. كل الحركه انا حاسسها في اللات طول المدى الحركي. العب الجنب التاني ملوش لازم انا اصوره. اشوفكم على طول في التوب سيت. التوب سيت هتبقى من 8 ل 12 عدة. الميوزك بقى عالي قوي. انا هحاول طبعا اعزل كل الكلام ده في الايديت. اول وقت ركزوا في الاداء الحركي وقد ايه في كنترول
المجموعه الباك اوف ست اللي بعديها هتبقى بنفس الوزن، لكن هتبقى 4 ثواني اكسنتريك تجيب فيها اقصى تكرار. Now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're fading, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name, calling out your name. Calling out your name. Calling out your name. شوف في الباك اوف ست وهتلاحظوا الفرق الكبير اللي ما بين المجموعتين. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're fading, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name. الناس اللي بتتلخبط وهي بتعد الثواني السلبيه وبتدخلها في العدد الى اخره، طريقه سهله قوي. انت هتلعب اول عدد وبعدين هتقول 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 بعدين 1 2 3 4 4 وهكذا. ده هيساعدك ان انت ما تضيعش تركيزك في ان انت تركز على العدات وتفضل مركز بشكل كبير جدا في عدد الثواني بتاعه الحركه السلبيه. I'll never mistake the way you give me my faith. My body feels safe in your hands. Feel me fully face. I'm light as a feather, don't let me escape. The stars still remember the fall to our fate. I don't wanna wait. Every single part of me in flames. Tell me how it tastes. Let me be the harmony you crave. لو لاحظتوا انا ريحت ما بين الدراعين وده عادي جدا وانت بتلعب بالانتنستي دي عشان تحافظ على كل دراع فيهم بيلعب باقصى اداء ممكن. ريح ما بين الدراعين او ما بين الرجلين لو بتلعب رجل، لو بتلعب حاجه يوني لاترال يعني بدراع واحد او برجل واحد من 60 ل 90 ثانيه هيساعدك ان انت تاخد نفسك شويه عشان تعرف تركز في الدراع التاني. ودايما ابتدي بالجزء الاضعف عندك، ده شيء بديهي جدا عشان كده هيتوفر له اعلى باور وهيساعدك ان انت تركز فيه بشكل كبير جدا. اخر زاويه معانا في الظهر هي هتبقى سحب من فوق لات بول داون يعني بس بالقبضه النيوتن. دي قبضه سيف ميك بتتمسك كده. طبعا انت اي قبضه نيوترال عندك ايديك فيها بصه لبعض هتبقى كويسه وهتفي بالغرض جدا. انا بالنسبه لي دي كويسه لان هي مريحه للظهر. طبعا انا هسحب من فوق زي ما انت قلت دلوقتي، بس عشان الناس اللي بتشوف القبضه دي بالذات تبقى مش متوفره بالنسبه لها، بتحس ان هي ما تقدرش تلعب التمرين. لا، اي قبضه نيوترال او تقدر تجيب المسطره العاديه وتركب فيها دي هاندل وتلعب بيها كده، مفيش مشكله خالص. دي هاندل زي اللي كنت بلعب بيها الماشين دي.
هبتدي اول حاجه بالفيدر سيتس بتاعتي، مجموعتين تسخين. وبالنسبه للتوب سيت والباك اوف سيت امرهم سهل جدا، هيبقى التوب سيت من 8 ل 12 عده، والباك اوف سيت بنفس الوزن بالظبط، لكن هجيب اقصى تكرار وهريح 15 ثانيه او 5 انفاس عميقه، وبعد كده هجيب اقصى تكرار ثاني واريح 15 ثانيه، وهكذا لحد ما ابقى مش قادر اجيب اكتر من 3 عدات. فمجموعه قويه جدا بتاخد وقت طويل قوي، لكن هي بتبقى الفينالي بتاع تمرينة الظهر قبل ما نخش على الكتف. Come and set me free. Come and set me free. Come and set me free. لو كنت جبت العدة الرابعة دي لحد الآخر كنت هلعب مجموعة كمان، لكن خلاص ما دام قدرت إن أنا أجيب 3 عدات ومش قادر أجيب الرابعة، بنهي الست. ده enough stimulation، مش محتاج أكتر من كده. كده الظهر totally destroyed. لو جينا بصينا كده هتلاقوا 4 مجاميع هارد سيتس أو شديد 4 زوايا فيهم سوري مجموعتين كل واحدة فيهم شديدة الشدة يعني، فبيدينا 8 هارد سيتس على مدار الاسبوع كله. طب هل ده بس اللي بلعبه؟ لا، في يوم تاني في اخر الاسبوع بلعب فيه زاويتين كل واحده فيها 2 هارد سيت، يعني 4 مجاميع شديده الطول مع ال8 بتوع النهارده. هيبقى الاجمالي بتاعنا للاسبوع كله 12 مجموعه للظهر. ده بالنسبه لي بالشده دي فوليوم كافي جدا، اكتر من كده مش هعمل ريكفري اصلا. يلا بينا نخش على كتف الخلفي. الكتف الخلفي هيبقى رفرفه بالدمبل، دمبل فلاي على الكرسي. انا مش بقدر ان انا العب فيه مجاميع شديده القوه زياده عن اللزوم لسبب بسيط جدا، اصابه كتفي، فبعتمد فيه على التكرار قدر المستطاع بدل ما العبوش خالص، فالويت مش هيبقى عالي، لكن بحاول دايما ان التكرار يبقى ما بين 15 ل 20 عده. بجيب الفيلير فيه يعني، لكن ما مش هيبقى بالاوزان اللي انتوا متخيلينها. كده كده مش هينفع انك تقل فيها، لكن انا عندي اصلا قفله السكابيولا فيها مشكله، فقدر المستطاع بحاول ان انا يعني اتواكب مع الموضوع واخد بالي من نفسي عشان ما يحصليش مشكله تمنعني ان انا العب خالص. فقدر المستطاع خلي بالكم من نفسكم، انت داخل هنا عشان تستفيد مش عشان تضر نفسك. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. Coming for the throne. Coming for the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? لو خدتوا بالكم في المجموعه الاخيره انا فنشتها بعد ما وصلت خلاص لاقصى حاجه ممكنه،
بان انا بقيت بلعب ال 45 ديجري رير ديلت بول، وبعد كده فنشتها ببارشلز، يعني ربع عدة اقصى ستيميوليشن ممكنه. حاسس اني جيت في خدت ده بعد كده، دلوقتي جبت اخري خالص، ما عنديش حاجه تانية اعملها في التمرين. خلاص انا كده طالع من التمرين وراضي عن نفسي تماما. هحاول قدر المستطاع ان انا الفتره الجايه كلها احاول اصور لكم تمارين من دي، ويعني بحيث ان الناس اللي عايزه تتابع جدول التمرين. طبعا لو عندكم اي استفسارات او اسئله لها علاقه بالتمرين سيبوها لي في الكومنتات تحت. وكالعاده هنشوف البوست ورك اوت مين لما اطلع العربيه دلوقتي هناكلها مع بعض، هتبقى ظريفه جدا ولذيذه جدا، مختلفه وسريعه قوي. انا من انصار ان انا ما استناش بعد التمرين عشان اكل. يعني غالبا مش هيحصل حاجه، بس انت ما تعرفش ظروف يومك هيحصل فيها ايه. من الوارد ان انت تضطر في الاخر ان انت ما تعرفش تاكل لمده زمنيه طويله نتيجه ان انت تكعبل في المشاوير الى اخره. فدايما بيبقى معايا حاجه سريعه قوي، مش بروتين بارز والكلام الفاكس ده، لا، حاجه فيها بروتين سريع. انا مش عايز احرق، مش هحرق المين الصراحه. فاشوفكم في العربيه ونتكلم عنها مع بعض. بعد ما خلصت تمرين كان معايا شويه بروتين باودر، حطيتهم في الازازه اللطيفه دي عشان هعمل بيهم حاجه لذيذه جدا. بس قبل ما اقول لكم ايه هي، حابب اتكلم معاكم على البري ورك اوت ميل. انا امبارح كنت قاعد اعمل ايديت للفيديو بتاع رمضان، خلاص هينزل ان شاء الله باذن المولى بكره. فانا من النوع اللي لما ببقى مركز في حاجه قوي ما بعرفش ان انا اركز في الاكل، فما اكلتش لمده طويله. فوجئت ان انا بقالي 4 ساعات قاعد ما بعملش اي حاجه خالص، والوقت جرى بيا وما حسيتش بنفسي غير الساعه 1 بالليل. فاضطريت ان انا اكربس الاكل شويه عشان اكمل سعراتي، ودي حاجه مش الطف حاجه يعني. فهي الفكره وما فيها ان هو ده اللي انا اضطريت ان انا اعمله امبارح. فده خلاني انام متاخر، وفي نفس الوقت خلاني ان انا ما اقدرش ان انا اخد كفايتي من النوم. وانا لو ما خدتش كفايتي من النوم للاسف اللي بيحصل ان انا بقوم معدتي مش في افضل حال. فاللي حصل ان انا كان لازم اعوض ده بسرعه عشان الحق، لان انا كمان صحيت متاخر، اليوم كله كان ملخفن. فكان لازم ان انا عشان الحق واعوض ده ان انا افطر البري ورك اوت ميل بتاعتي تبقى سريعه الامتصاص جدا. فكانت عباره عن سكوبين من الفيتارجو وعليهم سكوبين بروتين باودر ونقطه ملح، وخدت في شيكر تاني جنبها سترولين مليت 10 جرام، وخدت معاه كمان 8 جرام كرياتين. بس يعني هو ده كان البري ورك اوت ميل، فهي سريعه جدا. والبوست ورك اوت ميل كمان هتبقى سريعه قوي. طيب هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن بروتين باودر والسيرل، سيرلز اوريو اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول. سيرلز الاوريو دول حوالي 75 جرام كارب، والبروتين حوالي 60 جرام. 60 جرام بروتين، مش وزنه 60 جرام. هنفضي بتاع اللطيف ده هنا، وهننزل عليه بالايه، بالبروتين باودر والميه. طبعا ما ينفعش يتحط عليه بروتين باودر كتير، والا هيبقى المنظر مش لطيف وهيبقى سايل وهتبقى حالته صعبه. ده كده المنظر اوفر اول اللي احنا يعني ايه هناكله. شكله شيكسي جدا، يعني انتوا لو باصين كده حاجه. انا مش عايز اميله اكتر من كده عشان ما يتدلقش، لان يا دوبك البتاع على القد، بس هو المنظر يعني خطير قوي 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 الصراحه. هبتدي ان انا هاكل الميل دي، هتاخد مني مثلا 3-4 دقايق اكل. كلها سريعا، كرانش بتاعها رائع، ما ينفعش تسيبه يطرى لان هو لو طرى مش هيبقى الطف حاجه. في حاجه مهمه قوي، الوجبات دي الوجبات السريعه دي بتخليني اجوع جدا على باقي مدار اليوم، فده بيساعدني بشكل غير مباشر ان انا اكمل سعراتي. فبينتهي بيا اليوم وانا الحمد لله قادر ان انا اكمل السعرات بتاعتي، لان البالكنج انت لو ما بتكملش سعراتك يعني مش هيبقى الطف حاجه خالص. ف هكمل انا بقى اكل مع نفسي لان الصوت هيبقى عالي قوي الصراحه، وانا يعني ما بحبش الموضوع ده، بيعمل ازعاج للناس. فهكمل اكلي سريعا كده. اتمنى انتوا لو استفدتوا من الفيديو ده تعملوا لايك وشير، وطبعا لو مش عاملين سبسكرايب للقناه اعملوا سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه. بحاول كل شويه اصور لكم زي ما بقول لكم كده فيديوهات تمرين بشكل كبير وفلوجات وحاجات من دي، لان انا شايف ان هي دي اكتر حاجه انتوا حابينها، طبعا بجانب الريسبيز الى اخره. وكل ما هيبقى فيه توبيك علمي طبعا هنصور التوبيك العلمي ده، لان في الاول وفي الاخر القناه دي اتبنت يعني دولاس فيتنس عامه. كل الاكونت سواء كان دولا فيتنس على اي بلاتفورم تاني او دولاس فيتنس جايد بتاع الانستجرام اتبنى على البيز العلمي اللي انتوا بتحبوه.
فدايما هخليك ابديتد، ودايما هنزل لكم تمارين الى اخره. فحاولوا ان انتوا كده دايما تزقوا الفيديوهات دي، كل ما تلاقوا فيديو لعبد الله بقى ايه لايكات وشير وكومنت وبتاع. ولو عندكم اسئله طبعا سيبوها لي كالعاده يعني، واقتراحات الى اخره. ان شاء الله فتره رمضان هتبقى جميله علينا كلنا، وهيبقى فيه بشكل اسبوعي ان شاء الله question and answers. هتلاقوا الكلام ده اتقال في فيديو رمضان. كده كده الفيديو ده هيكون نازل بعد فيديو رمضان، فارجع اتفرج على فيديو رمضان، وارجع اتفرج على فلوج يوم كامل من الاكل. لو عايز تعرف ايه البروتين باودر اللي انا بستخدمه ده اللي هو 360، واشمعنى 360 يوم قوي جدا من الاكل والتمرين، برضو هتتبسطوا فيه. ان شاء الله يعني نستمر. ادعوا لي بالثبات كده. يومكم جميل، واشوفكم في الفيديو الجديد.